ننتقل الآن إلى الدقيقة 47 من الحلقة الثانية، نسمع ما قال كمال حيدري. ما ذكره الأخ من أنه أساسا ابن تيمية قال من هو فلان. نعم، أنا ما قلت أن ابن تيمية وإلا لو ابن تيمية كان يعتقد بما نعتقد به لما كان ابن تيمية، كان من أتباع مدرسة أهل البيت، ولم يكن هو شخص خارج ويفضل يزيد ومعاوية على الحسن والحسين. نعم. كان يقينا. نعم. كما قلت في مطارحات في العقيدة أشرت إلى. طيب أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام من دون دليل لا يعجز عنه أجهل الخلق. أجهل الخلق الآن، يعني ممكن الآن وانت ماشي في الطريق تكلم أحد الأشخاص، تفضل يعني ممكن تكلمنا من غير دليل، يتكلم ممكن يعني ساعات وساعات. أقولها الكلام من دون دليل لا يعجز عنه أجهل الخلق. وما قاله كمال الحيدري كذب صريح على شيخ الإسلام ابن تيمية، ووجب على كمال حيدري أن يأتي بدليل من كلام شيخ الإسلام على هذا الافتراء. فأين صرح بهذا شيخ الإسلام في أي كتاب من كتبه؟ إما أن يأتي بالتصريح أو أنها من افتراءات كمال الحيدري التي لا تعد ولا تحصى. أحد أمرين، إما الدليل أو هو كذاب، لا يوجد حل ثالث.